طبعا مع مسألة العدل أن هذه لها يوم وهذه لها يوم. كذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى جعل من سنة هذا الكون أن النساء أكثر من الرجال. إذا نظرت في أي دولة كانت تجد عدد النساء أكثر بكثير من عدد الرجال. طيب لو قلنا إن لكل رجل امرأة واحدة، باقي هذه النسوة لمن تذهب؟ يعني إذا قلنا مثلا في دولة من الدول أن نسبة الرجال إلى النساء 1:8، وطبعا لا شك أن هنالك يعني بعض الإحصائيات تبين أكثر من ذلك بكثير، لكن نقول 1:8. فلو قلنا أن كل رجل يتزوج امرأة واحدة كم تبقى؟ 7 نسوة. هذه السبع ما يكون من أمرها؟ لا شك أنها ستكون فتنة للمسلمين وللشباب بل لعباد الله عامة. لماذا؟ لأنها لن تحصن بالزواج الذي يعفها ويحصنها. كذلك بعض النساء التي تتزوج وهي صغيرة ثم يتوفى زوجها، الله سبحانه وتعالى يتوفاه وهي صغيرة خلاص، فهذه المرأة التي فقدت زوجها وهي في ريعان الشباب ما يكون من أمرها؟ هذه المرأة تزوجت وشعرت بما يكون من المرأة المتزوجة، فكيف إذا انفصلت عن زوجها بطلاق أو بوفاة؟ ما يكون من أمرها؟ إذا تركت هكذا وليس لها ما يحصنها فلا شك أنها سوف تكثر الفساد في الأرض، إلا أن تغمد الله سبحانه وتعالى برحمة منه. لكن هذه هي الغالبية العظمى من النساء، إذا طلقت أو توفى عنها زوجها ثم هي كانت في سن صغير فهي يعني معرض للفتنة ومعرض لإشاعة الفساد، والله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد. كذلك من ضمن هذه الحكم أن النساء معظم النساء مستعدات للزواج. يعني الآن إذا رأيت أو نظرت إلى الشباب هم الذين يكثرون من المتاعب أو تكثر عليهم المتاعب في إعداد بيت الزواج أو نفقة الزواج إلى غير ذلك. أما النساء فأكثرهن يعني مستعدات لذلك، هي فقط أبوها يزوجها إلى ذلك الرجل الصالح. أما أنت أيها الشاب فما يكون من أمرك إلا أنك تنتظر، طبعا ده الأكثر، حتى يتخرج من الجامعة، ولو رسب 4-5 سنين على أكثر ما يكون الآن يعني من الشباب خلاص، فهتلاقيه كم سنة بقى؟ عنده 24-25 سنة. طيب لسه هيشتغل، لسه هياخد الجيش طبعا الأول، لسه بعد كده هو هيشتغل، يعني دخل في 30-31 سنة عبال يعني ما يفكر يتجوز يكون خلاص يعني قضى الله سبحانه وتعالى أمره بأن يتوفاه. طيب لو كان الأمر كذلك، يعني الرجال هم أكثر الناس عرضة للنقص والانقراض بسبب الحروب، كثرة الحروب، كثرة خروجهم من العمل إلى غير ذلك، والنساء أكثرها مستعدة للزواج. فما يكون من الأمر إذا تفاقم الأمر وقال البعض يعني لا مجال للتعدد؟ فما يكون من أمر أكثر النساء؟ لا يكون من أمرهم إلا أنهم يكون عرضة للفساد. إذن فالإسلام بذلك حمى هذه المرأة التي توفى عنها زوجها، أو هذه المرأة التي ترملت أو تأيمت أو طلقها زوجها إلى غير ذلك من الحالات التي تكون عليها النساء. الإسلام كفل لها زوجا آخر يحميها ويصونها. فبالله عليكم أليس في هذا دلالة عظيمة أن الإسلام جاء بمصلحة المرأة على عكس ما يتشدق به الكثير والكثير؟ طيب نكمل. كذلك أن كثير من النساء يكن من أمرها، أو عفوا كثير من الرجال يكن من أمره أنه إذا تزوج بالواحدة وهو يسير ليل نهار ويرى هذه المتبرجات أو غير ذلك، فإنه قد يوسوس له الشيطان أن تمتد عينه إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك، إنه إذا تزوج بالثانية أو الثالثة أو الرابعة إن كان يعني في ذلك ويعلم أنه إن شاء الله تعالى موفق للعدل بينهن، إن كان يعلم ذلك من نفسه فلا شك ما هو الأولى، أن تمتد نظراته إلى النساء ذهابا وإيابا، أم يزوج من امرأة يعني تحصنه ويكون فيها العفة له. لا شك أن هذا هو الأولى. وكما قلنا ذلك الأمر أيضا يعني موجود في الأمم السابقة عند اليهود والنصارى، والنصوص في ذلك من كتبهم كثيرة جدا. طيب هذا بالنسبة للأمة. بالنسبة للنبي، ذلك النبي
الذي بعثه الله سبحانه وأراد أن يفتح أمة كاملة وينشر الدين إلى غير ذلك، ما هي الحكم أو ما هي الحكمة من تعدد الزوجات لدى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأنبه ها هنا على أمر عظيم، أن كثيرا من إخواننا إذا أرادوا أن يتكلموا عن هذا الأمر ألا وهو شبهة التعدد، أول شيء يتكلمون فيه أن التعدد عند النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من أهدافه أو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتزوج وهو عنده شهوة. هذه يعني من الأخطاء. نحن إذا أردنا أن ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ندافع إلا بالحق الذي هو عليه الكتاب والسنة. فأنت حينما تنفي الشهوة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قدح في رجولته. أنت إذا تعرضت لك امرأة أو أنت حينما يعني بلا أن تتعرض لك نساء، ثم أنت رجل وبلغت من السن ما بلغت، وبعد ذلك يعني يقال عنك أنك لا حاجة لك في النساء وأنت يعني تعتزل النساء إلى غير ذلك، هل هذا من قوام الرجولة أو من تمام الرجولة؟ أبدا، قدح في الرجولة. لكن الحديث في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن من ضمن هذه الأشياء أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر كباقي البشر يحتاج إلى امرأة. لكن ننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما تزوج في أول زواجه من بكر، وما تزوج صلى الله عليه وسلم في أول زواجه من امرأة صغيرة، إنما تزوج من خديجة رضي الله عنها وهي تكبره في العمر. طيب النبي صلى الله عليه وسلم على ما اشتهر به من الأمانة ومن القوة ومن البلاغة إلى غير ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم هذا اشتهر به النبي صلى الله عليه وسلم في وسط مكة وغيرها، والرجال يفدونه بأعمارهم. لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من امرأة شابة حسناء بكر؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه لما رآه قال: أتزوجت؟ قال: نعم. قال: بكرا أم ثيب؟ قال: ثيبا. قال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن البكر هي أفضل من الثيب ولا ينكر هذا أحد، ويعلم أن الصغيرة هي خير من الكبيرة بالنسبة للرجل الذي يريد أن يتزوج لشهوة عنده. فلماذا أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن الشابات الحسناوات ثم تزوج صلى الله عليه وسلم بخديجة؟ إذن يعني هذا الكلام يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أمره وما كان هدفه الوحيد هو إشباع رغباته إلى غير ذلك مما يفتريه المفترون. وقد قال شاعر قديم: قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم. هذا هو الذي حدث عند هؤلاء. طيب نبدأ إن شاء الله تعالى بالحديث عن الحكم التي كانت في تعدد الزوجات عند النبي صلى الله عليه وسلم. أولا الحكمة التعليمية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أكثر من واحدة، هل في هذا حكمة؟ نعم، حكمة تعليمية. ما المقصود بحكمة تعليمية؟ النبي صلى الله عليه وسلم شرعه أو منهجه أو سنته ما كانت قول فحسب، إنما كانت قول وفعل وتقرير. فقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى إلينا، طيب فعله الذي هو مثلا في بيته، كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ كما جاءت الأحاديث في حسن معاملته لنسائه، وما جاءت الأحاديث فأنه صلى الله عليه وسلم كان في خدمة أهله وكان في حاجة أهله إلى غير ذلك. من أين لنا بها؟ ثم إذا جاءت لنا أوليس من هذا الأمر أنها لما تأتي إلينا يعني خلاص، ألا ترى أن كثيرا من الناس يطبقونها فتكون خيرا عليهم في دنياهم؟ طيب حسن المعاملة بين الزوج والزوجة من أين أتت؟ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من أين؟ من نسائه. نساؤه هم الذين أخبروا عن ذلك. فالحكمة التعليمية كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى على منصف أنه صلى الله عليه وسلم كان شديد الحياء، فحياؤه هذا قد كان من الممكن إن لم يكن عنده زوجات يعني تبلغ عنه، كان حياؤه هذا من الممكن أن يذهب ببعض هذا الشرع. كيف ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءته امرأة تستفتيه في أمر كان أمر خاص يعني بالنساء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتيها ظاهرا لا يفصل في أمر ما من هذه الأمور. ومن ذلك ما جاء عن أم سليم أو أم سلمة، حديث أم سلمة رضي الله عنها
أن أم سليم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يعني له مقولة، لها سؤال عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا